سلام الله عليكم جميعا ومرحبا بكم مجددا على قناتكم الخط الأحمر. الموضوع ديال اليوم سنتناول فيه الزيارة الأخيرة التي قام بها السيد خافير أنطونيو سوزين بيرسيو المفوض العام للاستعلامات بالمملكة الإسبانية، والتي خص بها نظيره السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني. السيد خافير أنطونيو حل بالمملكة المغربية يوم الأربعاء 15 يناير 2025 ورفقة وفد أمني رفيع المستوى. طبعا هذه الزيارة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى أن المفوض العام للاستعلامات الإسباني المعين حديثا اختار المملكة المغربية كأول وجهة دولية يزورها بصفته النظامية ومسؤولياته الجديدة، طبعا بغرض تدعيم علاقة التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية فيما يخص مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وقد أجرى السيد عبد اللطيف حموشي رفقة نظيره الإسباني مباحثات مكثفة تناولت تقييم مستوى المخاطر والتهديدات الإرهابية في مختلف بؤر التوتر عبر العالم، تحديدا في منطقة الساحل والصحراء، وكذا تثمين وتدعيم العمليات المشتركة المنجزة بالتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف العنيف. وقد استعرض الجانبان الدور الهام الذي تضطلع به مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الجهود المشتركة لإنجاح كأس العالم 2030، واللي طبعا سيتم تنظيمه وفق تنسيق ثلاثي بين المملكتين المغربية والإسبانية ودولة البرتغال. هذا التنسيق طبعا الذي سيهم خصوصا الجانب المرتبط بالاستخبار الجنائي واستباق وتحييد كل المخاطر المحدقة بالأمن العام. كما أشاد المفوض العام للاستعلامات بإسبانيا السيد خافير أنطونيو بمستوى التعاون المتميز مع المملكة المغربية ممثلة في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بلاديستي، مؤكدا بأن إسبانيا تجنبت مخططات إرهابية بفضل المعلومات الاستخباراتية الحاسمة وعالية الدقة والموثوقية التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. كما عبر ذات المسؤول عن رغبة بلاده في مواصلة الاستفادة من الدعم الذي تقدمه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مواجهة الإرهاب، خصوصا فيما يتعلق بالسياق العالمي الحالي الذي يواجه تحديات أمنية متصاعدة ومتشابكة ومعقدة. كما جدد أيضا التأكيد على أهمية تدعيم العمليات المشتركة والتوقيفات المتزامنة التي تباشرها الأجهزة الأمنية في كلا البلدين ضمن الأوساط المتطرفة سواء في المغرب وإسبانيا. وقد تميزت المباحثات المنجزة بين الطرفين خلال هذا اللقاء طبعا بتطابق وجهات النظر حول ضرورة تعزيز وتكثيف آلية التعاون الأمني المشترك في مختلف المجالات، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك بما يضمن مواجهة المخاطر المشتركة التي قد تهدد أمن البلدين الجارين. وتعكس هذه الزيارة المستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، كما تبرز كذلك تنامي الطلب على النموذج الأمني المغربي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. هذا مضمون الزيارة التي خص بها السيد خافير أنطونيو المفوض العام للاستخبارات بالمملكة الإسبانية نظيره المغربي السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني. إلى عجبكم المحتوى ما تنسوناش من لايك التعليق وانخرطوا معنا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.